أنا الدكتورة آيات حسين الحداد، عضو مجلس نواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أستاذ مساعد للقانون الجنائي بالمملكة العربية السعودية سابقا بجدة، ومحاضر بكل من كلية حقوق واقتصاد سياسية جامعة اسكندرية، وعضو باللجنة الدولية لقضاة شؤون اللاجئين فرع جنوب أفريقيا، وتم تدشين صالون الحداد الثقافي بالإسكندرية. قانون مش بس كدراسة، أنا بنصح بيه أي حد حتى لو في أي كلية تانية إن يتم حتى العلم بالقانون، لأن القانون بيشمل كل حياتنا الشخصية وحياتنا العامة، تعاملنا مع الناس. فالقانون داخل في كل المجالات، طب، هندسة، في كل مجالات. فلازم يكون الشخص على علم بالقانون عشان يحمي حقوقه الشخصية ويكون على حذر، يعرف يتعامل ازاي، يعرف يتكلم امتى، يعرف يستخدم ازاي السوشيال ميديا. هيلاقي نفسه حذر في كل تصرفاته، حتى معاملاته مع الناس هيكون اكثر دراية وحيطة في ان ما يقبلش اي شيء الا بدليل. وده اللي اتعلمته من القانون، علمني حاجات كتير بقيت اتعامل بيها بحياتي الشخصية قبل حياتي العملية. أنا اخترت قانون كحياة مش كمجال، لأن القانون فعلا أنا بالنسبة لي حياة. معظم الناس اللي بتقع تحت طائلة العقاب في القانون بتكون بسبب عدم علمها بالقانون، عدم فهم حقوقها الشخصية. لو لقيت القضايا في المحاكم هتلاقي معظمها بسبب بيسموها حسن نية، بسبب ان هو ما يقصدش، الألفاظ اللي احنا تعودنا عليها. ده بيخليه يقع تحت العقاب وهو مش حاسس. ناس بتدي ايصال بلا سند، بتسلف فلوس بلا اي اوراق او دليل، وبيجي يتصدموا في النهايه ان عايزين ياخدوا حقوقهم ومفيش اي ادله. طب القانون ازاي هيجيب لك حقك ومفيش اي ادله؟ والمعروف ان القضاء بيحكم بالادله. ده كله لو حد عالم حقوقه والتزاماته وواجباته هيريح على نفسه كتير جدا في سيره في الحياة وتعاملاته مع الناس ومعاملاته الشخصية بصفة عامة. أنا خلصت الكلية، كلية حقوق شعبة إنجليزية، واتجهت للدبلوم قانون جنائي، وبعد كده ماستر في القانون الدولي العام. عملت دكتوراه كنت حابة ان هي تكون رسالة، مش مجرد ان انا عايزة شهادة او اعلقها برواز زي ما ناس كتير بتقول، او يتقال عليا لقب دكتورة. كان واخداها كرسالة. كان موضوع الدكتوراه كان الحماية الجنائية للمصريين ومصالح المصرية في الخارج. كان ساعتها كان في حادثتين مشهورين جدا، مقتل محمد سليم بلبنان ومروة الشربيني بألمانيا. فكنت واخداني غيرة على اخواتي المصريين في الخارج، ان انا عايزة احميهم. فبدأت أبحث إزاي القانون يمتد لحماية المصريين في الخارج، سواء كان مجني عليه أو الجاني اللي ارتكب جريمة في الخارج برضو إزاي يتم عقابه فور عودته إلى أرض مصر. فمن هنا بدأت الرسالة الدكتوراه بتاعتي، وأخدتها الحمد لله. يمكن كنت أصغر دكتورة في مصر في القانون. فكان بدأت اتجهت للتدريس، أخدتها برضو كرسالة. قلت أتعامل مع الطلاب زي ما أنا كان نفسي الدكاترة يتعاملوا معايا. فبدأت أتعامل معاهم الأسلوب اللي هو مش تذاكر عشان تنجح، رهبة الامتحانات حاولت إن أنا أشيلها من جواهم. بدأت إن أنا أكون فريندلي ليهم، أكثر قربا منهم، وخاصة قرب السن. فده كله خلى حالتهم النفسية بدأوا يستوعبوا أكتر، بدأوا يحبوا التدريس زي ما هو مفروض يكون. إن أنا مش بذاكر عشان أنجح، لا، أنا بذاكر عشان أعرف إيه هو القانون، أعرف حقوقي، أبقى حابة المادة دي. فالحمد لله قدرت إن أنا أزرع فيهم الموضوع ده لما درست محاضرات في كلية حقوق، بيتي الأول طبعا واقتصاد سياسية في جامعة اسكندرية، وبدأت بعد كده تدريس في السعودية. ونفس الموضوع نقلت نفس التجربة هناك للطلاب السعوديين، بنات وولاد. فكانت تجربة بالنسبة لي كنت حسيتها ان هي رسالة، انا عايزة احقق حاجة كان نفسي تحصل، عايزة اغير مفهوم التعليم، مفهوم الدراسة. كان نفسي انا وقت يعني او ما كنت طالبة كان يحصل معايا كده. فبدأت انقل التجربة دي للطلاب، والحمد لله نجحت، ومعظمهم على التواصل معاهم حتى الآن يعني. ميزة كلية حقوق ودراسة القانون إن هي بتفتح مجالات كتيرة جدا. يعني مش بس النيابة، مش بس القضاء، المحاماة، شركات، أي مجال
طالب القانون عايز يدخله مرحب بيه جدا. تحكيم دولي، يعني كل طلاب اللي بيجي يسالوني مثلا اللي هم لسه داخلين حتى الكليه بيقولوا لي تنصحينا بايه؟ انا عايز وانا في فتره الدراسه اعمل حاجه تانية. انا بنصحهم يعني انت حابب ايه؟ يعني حابب محاماه، ابدا من دلوقتي. لو انت عايز تشتغل في مكتب محاماه تبقى تشوف على ارض الواقع، لان العملي غير اللي احنا درسناه النظري. ده المهم اللي هو على ارض الواقع، لكن النظري ممكن الواحد ينساه، محتاج اللي هو كل فتره يرجع ليه. مكاتب التحكيم الدولي، في شركات، كل المجالات. انا يعني عايزه اعمم، لان فعلا يعني طالب القانون فعلا محظوظ ان هو قدامه ابواب كتير مش باب واحد، لان القانون زي ما قلت شامل كل المجالات. في اي مجال هيدخله هينجح فيه وهيلاقي نفسه فيه يعني. فما طالب القانون المفروض ما بيصابش باحباط ان هو مثلا في ناس بتتخرج بتتخيل ان هي هتدخل النيابه على طول او القضاء، ما توفقش. لا، في مجالات تانية، ما تقفلش الباب على نفسك وتحس تقول ظروف وتعيش دور الضحيه. فيتوقف اي شخص ان هو يلعب دور الضحيه، لا، يبدا ان هو يطور من نفسه، يبدا يزود نفسه بمهارات، بحيث ان احنا دلوقتي في سوق العمل او في الحياه في منافسين كتير. فانت هتبقى مميز عن الشخص التاني. ايه؟ لازم تكون مميز عنه بحاجه. اللغه مميز عنه، باخد ماستر في حاجه معينه. بسوق المجال بيبقى محتاج مثلا حد متخصص في قانون دولي، في قانون جنائي، قانون اداري. فيبدا الشخص يطور من نفسه، وقتها الفرص هي اللي هتجيله لحد عنده. فدي نصيحتي لاي شاب يعني، او طالب القانون تحديدا.